اهلا بيكم في مكاني المفضل، والنهارده عندنا روتين برعاية المكنسة الجديدة. بس يا حبيبتي، يعني النهارده هنعمل روتين ازاي تلحقي نفسك وتلحقي البيت اللي مبهدل وطالع عينه في ظرف نصف ساعة. بسرعة 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 هنخلص كل حاجة مع بعض. الاول لو اول مره تشوفيني، انا بسنت وده مكاني المفضل. ما تنسيش تفعلي الجرس على الكل وتشتركي علشان وتعملي لايك طبعا للفيديو، لان كل ده ببلاش والله العظيم، والله وهيفرحني. ولو فعلت الجرس على الكل هيجيلك الاشعارات ببلاش برضو، كل ده ببلاش والله العظيم لاي فيديو بعمله. يمكن يبسطك، يمكن، انا واثقه ان هو يبسطك ان شاء الله. فيلا بينا ندخل في الموضوع على طول. دي كوشن او مخده تربيعه زي ما تسموها، يعني كانت طالع عينها، فعملنا لها الخلطه السريه ونضفناها بالفرشه. تمام. وشلنا الدفايات اللي على السرير، لان الجو لا شلنا دفايات وحطينا دفايات تانية. الفيديو الجاي ان شاء الله هنحط بقى ملايات على طول. خلاص بقى كبرنا على الدفايات، والجو بقى للاسف الصيف جه للاسف، فهنضطر ان احنا نشيل الدفايات. دي حاجه محزنه جدا. وهنرجع لملاياتنا وبهدلتنا والغسيل الكتير اللي على الفارغ. عارفه الغسيل اللي على الفارغ ده، اللي هو ده كميه كبيره جدا جدا غسيل في غسله واحده، وهي اصلا غسله صغيره بس عشان القطع خفيفه، فتلاقي الدنيا غسيل تقفي تنشري كده بالساعتين. عارفه صيف بقى، صيف بقى وهدومه الجميله. المهم، حطينا الدفايات الجري اللي انا بحبها جدا بتاعه العيال، وزي ما انتم شايفين كده انا حاطه السريرين جنب بعض. وانا الشيطان بيلعب في دماغي ان انا اغير اماكن السراير تاني واماكن الاوضه تاني بتاعه العيال. فارجوكوا هدوني في الكومنتات وقولوا لي اهدي على نفسك واهمدي شويه، علشان انا ممكن تجيلي فكره زي كده ما تنامنيش طول الليل، افضل طول الليل افكر هغير احط ده مكان هنا وده مكان هنا ده مكان هنا، واصحى تاني يوم يحرك الحاجه معرفش اكملها، يعني افضل اعيط بقى، اقعد اعيط جنبها كده مش عارفه اكمل نقلها. يا اما اتصل باحمد اقول له تعالى الحقني انا عكيت الدنيا. ففي الحالتين يعني انا بتعب او بهده، يعني لازم يحصل حاجه، فاهمين؟ وانا لسه اصلا مغيره وضع الاوضه. اكيد انتوا كنتوا فاكرين، يعني اللي متابعني عارف ان انا كنت حاطاه الدولاب في مكان تاني غير ده. فانا الصراحه بيني وبينكم يعني ما تروش لحد يعني عايزه ارجعه مكانه تاني. حاسه ان الاوضه كانت اوسع شويه، ويعني انتوا عارفين البيت عندي يعني مش كبير مش واسع قوي، فانا بدور على اي وضع يحسسني ان الدنيا واسعه. يعني في نفس الوقت انا مش لاقيه مكان العيال يلعبوا فيه كده، فاهمين؟ العيال على طول بيلعبوا في الصاله علشان خاطر مفيش مكان في الاوضه، فانا عايزه اوفر لهم مكان في الاوضه يلعبوا فيه على قد ما اقدر يعني. ف ان شاء الله باذن الله ابقى اعمل كده، بس على الصيف بقى، علشان نفصل السراير ويبقى في حجه يعني ان انا اغير، فاهمين؟ عشان محدش يشتمني بس المهم، فرشنا الرحفه وطبقتها على الظهر، وعملت حركه كده زي ما انتم شايفين كده لولبيه من الجناب عشان نعمل منظر. ودلوقتي هنجيب المكنسه بقى اختي الجديده كده ونكنس بيها كده، ونعمل الدولاب من تحت في الجرارات، والدنيا بصي هتبقى زغلله. دي كانت اول مره استعملها، انا نزلت لكم الفيديو بتاع الريفيو عنها متاخر علشان اكون جربتها كتير، قلت برضو نزل لكم الريفيو ده، يعني قصدي الروتين ده برضو متاخر عشان اقول لكم بصوا دي اول مره استعملها وكنت مبسوطه ازاي. ما اعرفش احنا بنعمل ايه هنا، والله ما اعرف، فمعلش يعني. زي ما انتم شايفين كده بصوا عملت حركه غبيه زي ما قلت لكم في الريفيو بتاع المكنسه بتاع المساحه دي، وقعت اللي هي المكنسه الصغيره دي، وقعت. مش عارفه اسر ده بيحط سماعات في ودانه، كان عنده درس اكيد وانا داخله مصريه اصيله شايفين بقى المرايه دي؟ انا عايزه اقول لكم ان انا بحط المكنسه وراها اصلا، لان هي ما شاء الله صغنونه قوي. يعني بصوا بترفع ازاي، الله اكبر الله جميل، ما شاء الله ما شاء الله، والله العظيم فرحانه بيها جدا جدا يا ولاد، والله العظيم. يمكن هي حاجه يعني مش كل الناس تفرح بيها. بصوا بقى بصوا بقى هنشفط بيها الجرار زي ما انتم شايفين كده. شايفين التراب بيطلع ازاي. عايزه اقول لكم اللي متابعني بقى وعارف ان انا كنت بعمل عمره في البيت، انا كل ما بنضف يعني والله العظيم نضفت كويس والله، بس كل ما بنضف بلاقي لسه في حاجات تاني عايزه تنضف. يعني بقالي داخله اهو في نص سنه عامله العمره، بس كل ما بنضف بلاقي حاجات تانية عايزه تنضف، وهكذا. يعني الجرار ده لقيت فيه تراب والله العظيم، والبتاع بتاع البلكونه من تحت، حلق البلكونه من تحت برضو لقيت المكنسه ما شاء الله طلعت منه التراب. ف
مش عارفه بقى ده افتراء من اللي عمره ولا غباء مني ولا ايه، انا مش عارفه. المهم اذا دل على شيء يعني الموضوع ده، فهيدل ان الحمد لله الحمد لله ربنا وفقني واخترت ايه المكنسه الصح، الحمد لله يعني الحمد لله، والله فرحانه بيها. وما كنتش متخيله ان انا افرح بحاجه زي كده في يوم من الايام. والله العظيم واحد فعلا افكاره بتتغير، يعني تلاقي نفسك بتحبي مثلا الجاتول بالكريمه بدل ما كنت بتحبي الجاتول بالشوكولاته، بتحبي ايس كريم بالفانيليا بدل ما بتحبي ايس كريم بالشوكولاته. حاجه غريبه والله العظيم، تلاقي نفسك بتفرحي بالصواني، بتفرحي بالحاجات اللي في المطبخ، مع ان انا ما كانش ده مبدئي نهائي يعني. حتى لما كان احمد يجيب لي مثلا، هو اسر بيعمل ايه تحت مش عارفه، بصوا انا ما قطعتش في الفيديو فاهمين. انا سبته زي ما هو كده وشرحته لكم، فمعلش نستحمل بعضينا، معلش نستحمل بعضينا. المهم يعني ايه، حتى اما احمد كان بيجيب لي مثلا هديه، اي هديه حاجه للبيت، كنت بتعصب قوي واقول له ما تجيب لي حاجه ليا انا، يعني انا يعني ذات بنت يعني، ما تجيب لي بنت حاجه ليا انا، ميك اب بتاع برفيوم اي حاجه ليا. وبعدين لقيت نفسي دلوقتي بفرح جدا بالحاجات بتاعت البيت دي، حاجه غريبه جدا. يا رب احمد ما يشوف الفيديو ده علشان ما يجيبليش حاجه للبيت. انا هجيبها انت هات لي حاجه ليا عادي. المهم دخلنا على اوضه النوم، شلنا الحاجات اللي مفروش على السرير وهنفرش حاجات نظيفه. آه، زي ما قلت لكم كده نستحمل بعضينا، احنا بننفض الشباك. وهجرب لكم دلوقتي مكنسه على الشباك كمان بالقطعه بتاعه الشباك دي، وايه شغالين مسح دي كده تنظيفه ايه زي ما تقولي كده كده من فوق الوش يعني. هو البيت نظيف يعني، البيت يعني لما جيت عملت العمره انا شلته كله حرفيا وحطيته. يعني روحوا شوفوا فيديوهات تجديدات البيت، هتلاقوا قائمه كده اسمها يعني بلاي ليست اسمها تجديدات البيت، فيها كل حاجة عملتها. اللي كان متابعني عارف ان انا ايه، سقف البيت عندي كان واقع، فمتخيلين طبعا ايه اللي حصل يعني. شلنا كل حاجة، كنا بنعزل جوه البيت كده كده بالايه بالمرتين تلاتة كده، مرة في الأوضة دي نشيل كل حاجة البيت نحطها في الأوضة دي، مرة في الأوضة دي، فشوفنا الأمرين يعني. بس الحمد لله الحمد لله النتيجة كانت يعني الحمد لله. والأوضة دي اللي انتوا شايفينها أوضة النوم دي ما كانتش لونها كده أصلا، فالموضوع كبير 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 يا فوزي والله. فتروحوا الفيديوهات هتلاقوها على اعجابكم جدا 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 يعني، عاملين فيها مجهود خرافي خرافي. المهم يعني لما عملت كده، فطبعا شلت الدنيا وحطيتها تاني، فكل حاجة نظيفة حتى ورا الدولاب يعني، فالدنيا نظيفة يعني، هي الدنيا نظيفة، ولكن الدنيا بتتكركب من فوق الوش كده. فانا كل شهر كده نكتها نكتة حلوة كده، وكل اسبوع طبعا منضفها، كل يومين 3 نكنسها وهكذا يعني. ايه دي بقى كانت من الايام الايه سريعة سريعة كده، كنسة سريعة، ولكن ايه غيرت فرش السراير يعني بالمرة. اللي هو ايه يجيلك الحالة كده فاهمة، فتقومي كده اللي هو لا انا مخنوقة، فتقومي على البيت كده ايه تقومي جاية مدية كنسة ومغيرة ملايات ومسحة اللي هو التنظيفة الايه اللي فوق الوش دي. فدي كانت كده، وانا كده كده كنت بجرب لكم المكنسة، كان جالي طاقة كده من المكنسة فقلت اصور لكم بقى عشان تشوفوا. السجاد بتاع اوضه النوم ده خفيف جدا، ده بتاع اللي جبته بعد لما عملت العمرة، فكان يعني كانت الفلوس خالصة خالص تقريبا، فكنت عايزة اجيب حاجة على قد الايد كده، فجبت بديل السجاد. والله هو لحد دلوقتي ساتر مجاله يعني، هو لحد دلوقتي كويس، بس انا ما جربتش اغسله والله العظيم، خايفه اغسله جدا، مش عايزه اقول لكم قد ايه. يعني هو مش محتاج غسيل لحد دلوقتي الحمد لله. ولكن انا بصراحه لما هقرر اغسله مش هحطه في الغساله طبعا، انا لما هقرر اغسله يعني هعمله على ايديا كده بفرشه ولا حاجه، عشان انا خايفه يفصل من بعضه. طبعا انا بكنس كده، مش عارفه بقى انا كنت يوميها ساعتها يعني كنت بسيق ولا لا. يعني في التنظيفات السريعه دي في العادي مش بسيق يعني، بس غالبا انا هشيل السجاد وهسيق يعني على حسب حالتي بقى فاهمين، لان فعلا الدنيا ايه في الغالب متبقاش محتاجه يعني. ده المكان بتاع الكمبيوتر اللي هو دايما مكركب دايما مكركب، ان شاء الله ربنا يكرمني واشوف له حل. بمناسبة الحلول يعني هو شلت السجاد شايفين. بمناسبة الحلول بقى انا بفكر ان انا اعمل اكمل، مش عارفه ليه ما عملتش كده والله العظيم ايام العمر، بس انا احتمال كبير ان شاء الله احاول اعمل حاجه كده في الحمام. فتابعوا الفيديوهات اللي جايه، واللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس علشان في جنان هيحصل ان شاء الله يعني باذن الله، جنان كويس يعني، في خير جاي ان شاء الله. فادعولي كده يا رب يا رب يا رب يتعمل زي ما انا عايزه، يا رب يا رب ربنا يوفقني كده، عشان والله العظيم 3 عندي مشاكل في السباكه وعندي مشاكل في شايفين يا ولاد، شايفين يا ولاد بنشفط الجرارات ازاي.
عايزه اقول لكم ان المكنسه اللي عندي اللي هي الارزوم دي، يعني هي قضت غرضها والله. انا كنت جايباها ب 800 جنيه اصلا، يعني ايام الرخص كانت ب 800 جنيه، فما كانش فيها بقى القطعه دي، فانا كنت محرومه من الموضوع ده. يعني هي يا دوب بس ايه الكف بتاعها المثلث ده وشكرا على كده. اللي عايز يشوف الريفيو بتاعها يروح. هي نفعاني بقى قوي دلوقتي في الحاجات السريعه، فاهمين؟ زي ما انتم شايفين كده بنضف بيها السلك برضو. بس انا ما اقتنعتش بصراحه بموضوع السلك ده، مش عارفه، يمكن انا عشان بحب انضفه بضمير شويه، او هو اصلا كان مش مطرب قوي فما بانش عليه. عملته هو والستاره كده، بس ما اقتنعتش قوي يعني بيني وبينكم. ف شايفين والله سيقته، بصوا شايفين والله دي فوق الوش، دي كده فوق الوش، دي مش فوق الوش. المهم يعني زي ما قلت لكم كده، عايزاكم تدعوا لي كتير كتير في الكومنتات ان ربنا يوفقني اعرف اعمل اللي في دماغي، علشان انا عندي البانيو مكسر. فانا مش عايزه اكمل اكتر من كده، لان انا حاطين له زي ماده كده ملزقينه وحالته بشعه جدا. فقفلني بقى، قفلني خالص خالص يعني. مهما بتنضفي بتحسي ان الدنيا مش زي ما انت عايزه في الحمام. ادعوا لي كده ان شاء الله ربنا يكرمني بفلوس، ويكرمني ماديا ومعنويا وجسمانيا، واعرف اعمل اللي انا عايزه اعمله ان شاء الله، علشان ابقى مرتاحه. لان هو دي اكتر حاجه مضايقاني في البيت دلوقتي، هو الحمام. يعني الحمام مش مريحني خالص خالص. يعني في كام حاجه في السباكه كده عايزه تتظبط. ف والله العظيم اللي في خيالي حاجات كده فندقيه، ولكن طبعا خلينا منطقيين، يعني مش هنعمل كده، بس هنعمل بقى ان شاء الله. يعني جالي افكار كده، انا ما نمتش والله، بقى لي يومين ما بنامش عماله افكر. جالي افكار كده طول الليل عماله افكر في بدائل رخيصه. فعشان كده بقول لكم اتفرجوا وتابعوا، علشان هتلاقوا في بدائل كتيره على قد الايد، والدنيا حلوه ان شاء الله يعني. وادعوا لي بقى، ادعوا لي بقى ومن قلبكم كده. احنا في ايام مفترجه كده، كل سنه وانتم طيبين. شلنا بقى السجاده دي، الحته اللي احنا بناكل فيها وبنقعد فيها في سفره، بس احنا ما بناكلش على السفره، ما اعرفش ليه، والله ما اعرف. احمد عنده عقده من السفره، عنده عقده من السفره، انا مش فاهمه ليه ما بيحبش ياكل عليه. يحب ياكل على ترابيزه الانتريه، فناكل على ترابيزه الانتريه. فده الانتريه اللي احنا بنقعد عليه وبناكل عليه وبننام ساعات عليه وعادي. ايه، يلا المهم تبقى متبهدله خالص، يعني الدنيا تبقى مبهدله مبهدله. فلازم كل ما بنضف، حتى التنظيفه اللي هي مش اسبوعيه، اللي في نص الاسبوع، ولو كل ما هنضف لازم هشيل السجاده وانضف. واحيانا لازم اجر الكنب برضو وانضف، لان فعلا احنا بناكل في المكان ده، فما ينفعش ان احنا نسيبه كده يعني. بصوا بقى، شايفين الاباجور الصغننه دي والزرع الصغيره دي؟ ده كنا في مكان كده بنجيب حاجات لماما، وجبتها معاهم، جبتهم معاها، عملت بيهم ديكوريشن كده. وفي حاجات تانية عملتها تشوفوها قريب ان شاء الله، تعجبكم جدا جدا جدا. حطيت بقى الحاجات دي هنا على السفرة، وهوريكم دلوقتي على النيش اللي هو مصدر الكركبة في حياتي اصلا. شايفين المنظر؟ عايزه اقول لكم ان احيانا بيبقى مكركب كده بلا هدف وبلا داعي. ما مش عارفه ليه، يعني اللي في ايده حاجه بيحطها عليه وخلاص. فانا ايه، قلت هحاول احسن الموضوع شويه، والله العظيم هي في فايده. جبت بقى مفارش، دي جبتها من المنشيه، دي مش مفارش، دي اسمها المفروض ان هي كسترات يعني، بس كسترات جلد كده. هشيل المفرش ده بقى وهحط 2 منها، وهحط طقم الفازات دي. جبتهم برضو في نفس اليوم. بصوا هما شكلهم حلو وجمال وكل حاجه، بس يعني ايه، مش حاسه ان هم عمليين قوي. انا دايما بحب احط ديكور كده يبقى شكله حلو وعملي في نفس الوقت، ما اعرفش ازاي يعني، اللي هو ايه، حاجه بتنور، حاجه يتحط فيها حاجه ويبقى شكلها حلو. فاهمين؟ هما شكلهم حلو ومدين ديكوريشن حلو، يعني منظر حلو خلاص، فاهمين؟ بس هم حلوين يعني. انا ما كنتش لاقي حاجه احطها فوق النيش ده اصلا، يعني البوفيه ده ما كنتش لاقي له حاجه اخلي منظره حلو بيها. هو عايز شمعدان ومش عارفه ايه والحاجات دي دلوقتي طبعا بارقام يعني. ف فجبت دول، يعني ممكن يكون مؤقتا، ممكن بعد كده احطهم على السفرة، هنشوف بعد كده في الاحداث القادمة يعني. واحدة واحدة، كله واحدة واحدة. احنا يعني قعدنا سنين عبال ما عملنا السقف الواقع ده، لو تفتكروا قعدنا سنتين تقريبا. فالحمد لله كل حاجة بتمشي واحدة واحدة، يعني مفيش حاجة بتيجي مرة واحدة. نضفنا وحطينا عايزاكم بقى تقولي رأيكم في الكومنتات في كل حاجة، كل حاجة، الحاجات الديكورات الجديدة وكل حاجة. طبعا احنا بعد كده حطينا ديكورات رمضان يعني. انا بس اللي مش منتظمة حبتين 3،
ولكن انا حطيت فانوس. بصوا بقى، شايفين البالونه اللي فوق دي؟ اصل انا كان عيد ميلادي قبليها على طول، فعملت مريحه، فاحمد عمل لي عيد ميلاد بالاجبار. لا والله مش بالاجبار، بس لو انا يعني ايه معرفش يعمل لي عيد ميلاد في يومها يعني، فعمل عيد ميلاد تاني يوم. يعني تفاصيل كده، ايه، مشاكل مشاكل. ايه رايكم في الفازات؟ يا رب تكون عجبتكم. اكتبوا لي. ايوه 35 يا جماعه، 35. بس ده كان اخر حاجه عملتها. لما نمت بقى المطبخ والحمام كده سريعا. زي ما قلت لكم متنسوش، هزن عليكم تاني ان الحاجات اللي ببلاش اللي لازم تعملوها لايك واشتراك وتفعيل الجرس على الكل. ودي كده القعده اللي قبل ما تنامي دي، عارفه اللي هو اخيرا لان نمت وانا خلصت اللي ورايا. ف ما تنسوش تفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم الفيديوهات اللي جايه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وهتوحشوني قوي لحد الفيديو اللي جاي. وباي باي.